السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو نتوما في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم بسيطلات كيجيو غزالين مالحين بحشوه اللي ساهله مهله واكيد كتجي لذيذه. بسم الله، نبداو على بركه الله. في مقيله درت زويته بلديه على العافيه اللي هي مهيله. ضفت عليها البصله الخضاريه، يعني البنات انا كتعجبني بزاف هاد البصله. كنفضلها، كتكون كتعطي واحد البنه زوينه بخصوص في الحشوات. ما عرفتش واش كلشي بحالي ولا غير انا. المهم انا شخصيا كتعجبني هاد البصيله هادي. صافي من بعد ما طاحت لي هذيك البصله البنات ضفت تقريبا 2 فصوص ديال الثومه محكوكين، معلقه صغيره ديال الهريسه، غير قريصه ديال الهريسه، يعني كاين اللي ما كيبغيش الحار. معلقه ديال المطيشه د الحك، كتعجبني تجي ديك الحموريه في هاد الحشوه بالضبط. بالنسبه للتوابل البنات درت 3 ديال المكونات فقط. درت الابزار، سكينجبير، خرقوم البلدي، واكيد مليحه راه هي كلشي، قزبور ومعدنوس. كنحرك الخليط ديالي مزيان البنات يتعسل واحد شويه، ومن بعد كنضيف عليها البنات باقي المكونات اللي غادي نضيفهم. هانتوما كيف تشوفوا راه ديك الحشوه كيف قلت لكم كتكون زوينه معسله، هانتوما كيف شفتوا معايا. من بعد ضفت عليها كورجيط البنات. بالنسبه للكورجيط او القرعه الخضراء، حكيتها من بعد ما غسلتها مزيان، حكيتها. كتكون البنات زوينه الكورجيط في الحشوه، والله ما كتبان. كيجي المذاق ديالها زوين، حيت انا كنديرها غير بوحدها. فهاد بالضبط في هاد البسيطلات هادو كندير غير الكورجيط بوحدها، ما كنديرش الخضره كاملها. وراكم عارفين مع هاد الغلاء الاسعار، يعني دابا الخضره راه تبارك الله راه دارت الكرون، غير الله يلطف بينا وصافي. صافي هنا من بعد ما طابت ديك الكورجيط مع الحشمه مع البصله وداكشي، ضفت عليهم تقريبا واحد الكاس ديال الماء حتى تعسلت مزيان وطابت. هنا ضفت عليها لادانت. المهم درت غير نص ديال ديك السيفن ديشات د البلاستيك اللي كنت بارطاجيتهم معكم في الفيديو. درت غير نص ديالها حيت قلت لكم كل مره غندير شويه شويه. صافي درت زويتنات البنات، قطعتهم على هذا الشكل هذا، تقدروا تقطعوهم بكثر يعني ما يبانوش، كاين اللي ما كيبغيهمش. صافي حركتها ديتها وجبتها مزيان حتى نشفات ليا ديك الحشوه. عاد ضفت عليها شعريه صينيه ديال الرز. بالنسبه للشعريه البنات انا راه كنطيبها، راه ماشي واش كنديرها في الماء طايب وكنخليها، انا كنطيبها كيعجبني تكون طايبه كذا كيكون احسن. صافي خلطتها مزيان من بعد ما نشفات ديك الشعريه من داك الماء مناش طيبتها. درتها على الحشوه وحركتها مزيان تدخلت مع ديك التتبيله. صافي غادي نخليها حتى كتبرد الحشوه. هنايا البنات بالنسبه للورقه غنقطعها على 4 كيف تشوفوا معايا. غنقطعها من الوسط، وغادي نعاود نقطعها تاني في الجهه المعاكسه باش هكذا تعطيني مثلثات اللي غادي نشكل بهم البسيطلات ديالي. الطريقه زوينه البنات بالنسبه للمبتدئات، وحنا كاع مبتدئات، ماشي شي حاجه في الطبخ، راه حتى حنا كنتعلموا من بلايص اخرين وكنحاولوا باش نبارطاجيو معكم داكشي اللي كنعرفوه فقط، ماشي شي حاجه ولكن قبلوا علينا. صافي هنايا البنات من بعد ما بردت ديك الحشوه، ضروري تكون بارده البنات حيت الا ما كانتش بارده راه غادي تقطع لكم الورقه. هنايا شكلت اول وحيده، وغادي ندوز ان شاء الله نشكل معكم الباقيه اللي عندي. هنا البنات في اي غلاقه ديال انا هذه اللي عندي ديال النوتيلا. صافي كتكون ساهله، فهمتوا داكشي علاش كنستعين بها من الاحسن. كتجي في واحد العبار بعدا، اولا كتجي مقاده وكتسهل عليكم بالنسبه اللي ما كيعرفش يعني يقاد بسيطلات. بهذه الطريقه راكم غادي يعني تصاوبوهم وكتا تجي الفورمه ديالهم مقاده، كتجي في واحد العبار. صافي هنا كندير الحشوه ديالي من بعد ما كنكون فرشت ليها الوريقه. صافي وكندير فيها الحشوه وكنحاول نجمعها من الفوق، وهنايا على الجهه اللي كتكون ملسه كنديرها الفوق باش تجيني مقاده البنات وما تخرجش مع الحشوه. صافي كنعاود نفس الطريقه نجمعها من الفوق وغادي نقلبها. صافي ونحطها على، انا ما كندهنش البنات ولا كندير الدقيق. صافي نحاول نحطها غير على ديك الجهه اللي جمعتها بها، راه كتلصق حيت كتكون الورقه ديجا يعني فيها الزيت، داكشي علاش. صافي هنايا البنات نفس الطريقه غادي نعاودها. نتمنى ان شاء الله تكون يعني واضحه معكم، تكون وصلتكم الفكره كيفاش تقادوهم تشكلوهم. راه ساهله والله العظيم، هي اسهل طريقه كندير بها البسيطلات هي هذه.
انا كندير يعني كنديرهم عشوائيين، كان فاش ما كنحتاجش كاع هكذا الطاسه ولا المول ديال البسيطلات ولا ديال الحرشه ولا هذا، كندير غير هاد الطريقه، كندير غير الطريقه الاخرى اللي كيكونوا عشوائيين غير بيدي نعمرهم ونجمعهم، ولكن كتكون وحده يعني وحده غليظه على وحده، كتكون وحده صغيره على وحده. ولكن بهذه الطريقه هذه كيف قلت لكم كتكون واحد الفورمه عندهم، كتكون واحد العماره عندهم، كتكون يعني احسن طريقه باش انكم تصاوبوا بهم بسيطلات. صافي هنايا غادي نشكلهم ان شاء الله كاملين وندوزو ان شاء الله التتمه ديال الاشغال. وهنايا الغزالات ديالي من بعد ما ساليت البسيطلات ديالي كاملهم هانتوما كيف تشوفوا، قلت لكم راه كيجيو فواحد الفورمه واحد الطاقه كيجيو كاملهم عامرين. هنايا البنات انا راه كل داكشي بلا زواق. ما لقيتش الشيته باش كندهن البسيطلات ديالي من الفوق، استعملت المعلقه. يعني داكشي طبيعي البنات، ما كاين لا زواق لا والو. كيف ما درت اليوم يعني بارطاجيتهم معكم هكذا، راه كنفكوا ريوسنا وصافي. المهم ما لقيتهاش، عييت ما نقلب عليها، النهار ما نبغيهاش ثاني غادي تبدا يعني مشيت حتى تما ولا دابا نيت. قدر في اي لحظه غادي تلقايها ولا. المهم انا كتوقع ليا بزاف هاد القاعده هادي، انني الحاجه كتكون غير حدايا سبحان الله العظيم ما كنشوفهاش، وملي ما كنبغيهاش يلاه كتبان. المهم اننا ما نوحلش فيها، صافي هادشي اللي كاين. المهم نزيد طوريوسنا، هادشي اللي كاين البنات. صافي من بعد ما دهنتهم بصفر بيضه البنات، هذيك راه صفر بيضه مع معلقه صغيره قريصه ديال مطيشه الحك، ولا ديروا شويه ديال نسكافي، كيبقى على حسب شنو بغيتو. انا درت غير شويه ديال المطيشه باش يعطيني الحموريه، حيت ديجا الحشوه ديالي فيها مطيشه، داكشي علاش. صافي البنات بالنسبه للفرماج انا سبق لي وقلت لكم في الفيديو فاش اللي شاركت معكم فيه طريقه في الاحتفاظ ديال الجبن. قلت لكم انا الفرماج ما كنديروش بزاف هكذا في الحشوه ولا كذا، كندير انا بغي ندير غير شويه، غير كل حاجه باش كل حاجه يبان المذاق ديالها. انا درت غير شويه شويه من الفوق في التزيين، وهذا الشيء اللي كاين البنات. انا ما كنبغيش بزاف الفرماج، وبما انه يعني غالي كنقتصدوا فيه، كنديرو انا غير في التزيين شويه اللي خديت وزوقت به البسيطلات ديالي من الفوق باش هكذا يبانوا زويونين. وكيف تيقولوا العين هي اللي كتاكل قبل من الكرش، داكشي علاش كوكسنا شويه اليوم وحلقنا اليوم على الحاله. هادو هما البسيطلات ديال البنات من بعد ما كنكون خرجتهم من الفران كياخذوا هذا اللون هذا، كيجيو مذهبين البنات، كيجيو غزالين الصراحه في المذاق ديالهم. رسول الله العظيم الا ما كتبانش فيهم ديك القريعه، كتجيو غزالين بحال كتاكلوا بسيطلات ديال الدجاج. والله العظيم ماشي زعما كنشكرهم حيت انا اللي درتهم، ولكن راه كيجيو غزالين البنات. غير جربوهم والله غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، ونكون حتى انا خفيفه على قلوبكم، وتدعموني وتبارطاجيو لي الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وتكبر ان شاء الله القناه ونكونوا عائله كبيره ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالهم النهائي البنات، درتهم في هذا الطبيصيل هذا. وكي قلت لكم تتمنى ان شاء الله الفيديو يكون خفيف على قلوبكم. ما تنساونيش بالبارطاج، كومونتير يكون زوين تحفيزي ما ليا الا نقول لكم. خليتكم في امان الله وحفظه. تلقاو ان شاء الله مع فيديو اخر ومع وصفه جديده. مع السلامه.